السني إذا تحرك من أجل قضايا الوطنية يعتقل، والشيعي إذا تحرك من أجل قضايا يعتقل. إذا النظام لا يهمه سنة الشيعة، يهمه أن يبقى لكل، بل نلتف حول بعضنا البعض ونتماسك بين بعضنا البعض، ونحاول فعلا أن نكون أكثر وعيا وبصيرة في هذا الزمن، في هذا الوقت، حتى نصل إلى تحقيق مكاسبنا التي ستوفر عدلا حقيقيا، قضاء مستقلا، وأيضا نظاما اقتصاديا يعطي المال للمواطنين بالتساوي. فإن الإدارة الأمريكية سوف تكون مع خيار الشعب من أجل المحافظة على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. فإذا اختار الشعب البحريني إسقاط النظام، فأمريكا سوف تنزل على هذا الخيار من أجل مصالحها الاستراتيجية، من أجل المحافظة على مصالحها الاستراتيجية. الصمود يتبعه الصمود، الصمود إن شاء الله. الصاد والميم والواو والدال. As always, A+. محاكمة غير عادلة، يجب أن تنظر إلى محاكمة عادلة. هكذا نأخذ بحق الشهداء، هكذا نأخذ بحق المصابين، هكذا نأخذ بحقوقنا جميعا. أما إذا تركنا القاتل والظالم يسرح ويبرح ونأتي به مرة أخرى لنقول مملكة دستورية، والعتب علينا نحن وليس عليهم. وعلى البحرين، وهذا عبقها، وهذا عريجها، وهذا عطرها، وهذه رجالاتها، وهذه ساحتها، وهي تطالب بأن تكون مصدر السلطات الثلاث، ليس لدكتاتور وليس لشخص وليس لفرد، وإنما مصدر السلطات الثلاث للشعب الكريم، يحكم الشعب نفسه بنفسه. فليسمع العالم، كل العالم اسمعوه. اسلوبنا في العمل، طريقتنا في العمل، طريقنا في طلب حقوقنا سلمية 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 سلمية. التائفة استندوا عليها، لذلك نعتبر كل أبنائنا المعتقلين هم أبرياء ويجب الإفراج عنهم. إسقاط الحكومة بإمكاننا أن نتحدث من اليوم حتى بلوغ الفجر لأسباب إسقاط الحكومة. في عمان لم تقم حكومتهم بعسر ما قامت بها حكومتنا، فطالب تنكر وهي لم تقم بنفس ما قامت به حكومتنا. ضمان حياة المعتصمين، ضمان حياة المعتصمين، لا وجود لمضاربات أو لحوار إذا كانت حياتكم في خطر. النظام ما زال يملك هذه الدبابات والأسلحة وكل الإمكانيات لقطع الحركات، لذلك يجب ضمان حياة المعتصمين ويجب ضمان حقهم بالتظاهر والاحتفال. وانما ينبغي بناء النظام السياسي على اساس مفهوم المواطنه، على اساس العداله الاجتماعيه،
على اساس المساواه، الحقوق والواجبات، المبادئ التي تقرها المواثيق الدوليه، ويمكن اعطاء ضمانات دستوريه لحمايه كافه حقوق المواطنين. فالنظام الجديد ايا كان جمهوري غير جمهوري، يعني حتى لما نتكلم عن اسقاط النظام واقامه نظام جمهوري، فهذا النظام سوف يكون عادلا ومنصفا لكافه المواطنين. نحن الضمانه